ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده عملت معاكم وصفه حلوه جدا للشعر، لتطويل وتكثيف الشعر. اي حد بيحلم بشعر طويل يبقى لازم يجرب الوصفه دي. جربي الوصفه دي مره واحده بس وادعيلي من النتيجه الرائعه اللي هتلاقيها. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي كوني جميله مع سومي. النهارده هعمل معاكم وصفه حلوه جدا لتطويل وتكثيف الشعر ووقف التساقط، وكمان بتكثف الشعر جدا وبتدي لمعه وحيويه حلوه جدا للشعر. لو عايز تعرفي ازاي تعملي الوصفه دي كملي الفيديو الاخر وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه. ويلا بينا نبدا في وصفه النهارده. وطبعا الوصفة دي تنفع لكل الناس، تنفع للبنات والشباب، وتنفع كمان الأطفال. فممكن تعملها للأطفال بعد سن ال5 سنوات، بتبقى حلوة جدا وبتغذلهم الشعر جدا. أول حاجة بنجيب أي طبق عندنا عشان نبدأ نحط فيه المكونات. أول مكون معانا وهو مكون أساسي جدا في وصفة النهاردة، وهو نخاع الجمل. ممكن تجيبيه من اي محل او من اي صيدليه. في اماكن كتيره قوي بتبيع نخاع الجمل ده، بس اهم حاجه انك تتاكدي ان هو من مكان موثوق فيه. او انتي ممكن كمان تعمليه في البيت بطريقه حلوه جدا، انك تروحي عند اي جزار وتطلبي منه النخاع بتاع الجمل او النخاع بتاع البقره. وتاخديه، بيبقى حوالي كأنه عظم كده، بيبقى شكله غريب شويه. بتاخدي نخاع الجمل ده وبتبدأي انك تحطيه على نار هادية، وتبدأي تقلبيه كده لحد ما بيبدأ يتحول لزيت كده او يكرمل بشكل غريب كده. ويبدأ يتحول لونه اصفر زي الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بتاخديه وتبدأي تحتفظي بيه في اي عبوة عندك، وتبدأي تستخدميها زي ما هنستخدمها في وصفة النهاردة. او ممكن انتي تشتريها من اي مكان او اي براند او اي ماركه بيبيعوا نخاع الجمل. هو بعد ما يعني بيبقى ناشف كده شويه. تمام. بنبدا ناخد منه ايه؟ حوالي معلقه كده او اكتر شويه. بس بنبدا ناخد منه ونبدا نسيحه على نار هاديه. نخاع الجمل ده من الحاجات الحلوة جدا اللي بتفيد الشعر جدا، بتطوله وبتكثف الشعر جدا، وبتعتبر علاج حلو جدا لكل مشاكل الشعر. كمان بتدي لمعة حلوة جدا وترطيب حلو قوي للشعر. فنخاع الجمل ده لازم كل الناس تستعمله، الناس المهتمة بشعرها وعايزة ان يكون شعرها شكله صحي وحلو. فهو مليان بالفيتامينات ومليان بالفوائد حلوة جدا للشعر. وتاني مكون معانا وهو زيت حلو جدا للشعر، وهو زيت الأرجان. الزيت ده حلو جدا، مقوي جدا للشعر، وكمان بيمنع تساقط الشعر. اتأكدي ان انتي جايباه من مكان موثوق فيه، عشان الزيوت دي تبقى لو مغشوشة فمش هتعملك فايدة خالص في شعرك. بناخد منها حوالي معلقة كده او حاجة اهو. بناخد منه حوالي كام معلقة كده، كام نقطة كده. وبعد كده بنجيب اي طبق عندنا ونبدأ ننزل عليه بمية سخنة، عشان نبدأ نحط عليه الطبق، عشان نعمل حاجة زي حمام مريم كده، ان احنا بنسخن الزيوت دي مع بعض عشان كمان النخاع يبدأ يسيح. زيت الارجان من الزيوت الحلوه جدا المغذيه للشعر. وبناخد كمان زيت الخروع، وزي ما قلنا اهم حاجه ان انت تجيبي الزيوت دي من اماكن موثوق فيها. نبدا نعمل ميكس كده لكل الخلطه مع بعض، ونبدا نسيحها على نار هاديه. نبدأ اهو نقلب واحدة واحدة زي ما انتم شايفين بدأ يسيح. تمام. بنسيبها لحد ما تسيح خالص. لحد ما تسيح هقول لكم ازاي نستخدم الوصفة دي. اول حاجة، الوصفة دي ليها فوائد كتيرة جدا زي ما انا قلت. بتطول وبتكثف الشعر وبتوقف التساقط، بتغذي جدا فروة الراس وبتنضفها لو عندك اي قشر او عندك اي التهابات، وكمان بتدي لمعة حلوة جدا وطبيعية للشعر. ازاي بقى نستخدم الوصفة دي على شعر نضيف يكون مثلا مغسول بقاله يومين 3؟ نبدأ نقسم شعرنا ونبدأ نحط الوصفة على من أول الفروة لحد آخر الأطراف. بنبدأ نعمل تدليك لفروة الراس، وبعد كده ناخد باقي الوصفة ونحطها على الأطراف، عشان لو في تقصف في شعر تالف في أي مشاكل من المشاكل دي تعالجها خالص. كمان بترطب الشعر جدا وبتديله لمعة حلوة قوي. تمام. نقعد نقلب كده الوصفة، وبعد كده مع التدليك وكل الكلام ده نسيب الوصفة على شعرنا حوالي من ساعة لساعتين فقط. الوصفة دي ما تتحطش اقل من نص ساعة او ساعة، ما تتحطش اكتر من ساعتين، عشان لو اتحطت اكتر من ساعتين الزيت والحاجات دي ممكن تسبب في سدان في البصيلة بتاعة فروة الراس، وتعمل تساقط وتعمل مشاكل. فلا، نحط الوصفة دي ساعتين بس على شعرنا، وبعد كده نغسلها كويس بالشامبو ونعمل الروتين بتاع شعرنا العادي. والوصفة دي بتعمليها من مرة
لمرتين في الاسبوع فقط. الوصفة دي حلوة جدا لو استمريتي عليها. كل مرة هتحطي الوصفة دي على شعرك، بصوا سيح ازاي، كل مرة هتحطي الوصفة دي على شعرك هتلاقي النتيجة احسن من اللي قبلها. اهم حاجة الاستمرارية على الوصفة دي، ما تمليش وما تزهقيش، ما تحطيهاش مرة او مرتين وبعد كده تيجي تقولي لا الوصفة ما عملتش حاجة. الوصفة دي لازم تتعمل من شهر ل3 شهور عشان تلاقي النتيجة الرائعة. طبعا هتبدأي في الفترة دي هتلاقي ملاحظة ان التساقط قل 90%، البيبي هير بدأ يطلع، بدأ شعرك رطب ولامع. بس لو انت عايزة الطول بقى الشكل الطول الحقيقي تستني من شهر ل3 شهور. واعتقد ان هي مدة قصيرة جدا، واي حد عايز شعر صحي وكويس لازم يصبر ولازم يستمر على الوصفات الطبيعية. عشان لو انتي استمرتي على الوصفات الطبيعية وقفتيها فجأة شعرك هيرجع يبقى وحش وكل الكلام ده، فلازم الاهتمام. بس كده دي وصفة النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم. طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وبحبكم جدا ومع السلامة.